اللي بيحصل في سوق الفراخ مش صدفة، ورا الكواليس دي في 40 شخص بس بيتحكموا في السوق كله. رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة سامح السيد كشف إن حلقات السمسرة مستمرة على تداول الفراخ البيضاء بقالها 12 سنة، وإن عددهم ما بين 35 ل 40 سمسار بيتحكموا في ملايين الأطنان من الإنتاج من غير أي غطاء قانوني. المشكلة بدأت بعد غلق بورصة الدواجن في القليوبية، وده أدى لاختفاء الشفافية في تسعير الفراخ، وبقى الوسطاء هم اللي بيحددوا السعر، خاصة قبل المواسم المهمة زي رمضان وأعياد الأقباط. تكلفة الإنتاج الحقيقية بتتراوح ما بين 68 و 70 جنيه، لكن المستهلك بيدفع لحد 85 جنيه وأحيانا أكتر بسبب حلقات السمسرة ومحلات بيع الطيور الحية اللي شغالة من غير ترخيص رغم وجود قانون بيمنع تداول الطيور الحية. والحل من وجهة نظر الشعبة إعادة تفعيل بورصة الدواجن تحت إشراف وزارة الزراعة، والتحول للبيع المبرد والمجمد بدل من الحي، مع تكوين مخزون استراتيجي يحقق استقرار في الأسعار طوال السنة. والسؤال بقى، هل فعلا السماسرة هم السبب الرئيسي ولا في عوامل تانية بتأثر على سعر الفراخ؟